كان عندي سؤال إنه بالنسبة لمشاريع مفتوحة المصدر، كيف تجيك أفكار أنت عم تشتغل عليها؟ أو كيف إزاي تجيك فكرة إنه مثلًا أنا أسوي المكتبة الفلانية، أسوي المشروع الفلاني، ليش سويت المكتبة ليش بتسوي المكتبات تبعتك مثلًا؟ بُص، هو كان الهدف في الأول إن أنت بتتعلّم تمام، ف زي ما قُلت لك أنا بدأت أشتغل فعليًا وأدخّل دخْل وأنا في أولى جامعة تمام، بس نعم، كمية المشاريع ما كانتش كفاية إن أنت تتعلّم، فأنا كنت من حُبّي في المجال كنت باحاول إن أنا أجرّب وأتعلّم، واللي شجّعني في الموضوع ده من ضمن الteam اللي كان فيه عبد الرحمن عوض، ده يُعتبر واحد من أشهر الناس الopen source contributor في هو اللي عامل مكتبة vValidate، هو دلوقتي جميل، عمل مكتبة اسمها Formwork. نعم، كان برضه هو من الناس اللي شجّعتني في الناحية دي، وكُنّا بنشتغل في شركة في مصر اسمها بيانات، دي نعم، برضه كانت بترعى إن إحنا يا جماعة اعملوا إحنا عايزين لو في حاجة إحنا بنستخدمها كل يوم وهي موجودة، إحنا خلّينا نعملها إحنا بشكل أفضل ونطوّر فيها إحنا، نعم، ونعملها open source. إزاي بتيجي لنا الفكرة من الحاجة، من الneed يعني مثلًا كان مكتبة الcarousel دي مش كان موجود في مكتبة اسمها Slack، Slack دي كانت مكتوبة jQuery وبعد نعم، كده معمول لها rubber إن هي تشتغل في Vue.js، فكان حجمها كبير وبطيئة وما هيش flexible لإن في الآخر هي مش flexible مع الreactivity system بتاع Vue.js. نعم، فإن أنت تbuild حاجة للframework نفسه أو باستخدام الframework نفسه، دي بتدّيك performance أداء أحسن، بتدّيك إمكانية إن أنت تعدّل وكمان بيبقى حجمها صغير.